حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط سهل وبسيط، وان شاء الله هيطلع معاكي جميل جدا. لو عندك اي حد في البيت ما بيحبهوش بالطريقه دي اللي انا هعملها معاكم النهارده، اكن بياكل كنتاكي مش بياكل قرنبيط، واحسن كمان من كنتاكي. تعرفين لما بيجي علينا الشتاء الاكل الجميل بقى بيطلع، ومن كمان من ضمن الاكل الجميل ده القرنبيط بتاعنا. هنجيب قرنبطاية حلوة كده جميلة، تكون مدملجة زي ما انتوا شايفين، تكون مقفلة على بعضها اهو، ما تكونش متفرغة، تكون كده الزهر بتاعها لازق كله في بعضه. هي دي القرنبيطة اللي انتي تعرفي تشتريها عشان تطلع معاكي ما شاء الله كمية كبيرة، وتطلع معاكي قرنبيط كده جميل ان شاء الله. هنجيبها بقى نقطعها متوسطة صغير، اي حاجة اللي انتي تحبيه، بس اهم حاجه ما تقطعهاش كبير عشان ما تكونش معاكي معجنه من جوه. قطعيها يا اما صغيره يا اما متوسطه زي اللي انا بقطعها دي، كده متوسطه تمام. هي كده القطعه ايه جميله ما شاء الله. هتعرفي بقى تخرجي ازاي؟ تخرجي كده اهوت، تقطعيه كده بايديكي على طول مش بالسكينه. شايفين؟ جميله جدا وتحفه. هي كان فيها لون لونه بنفسجي شويه كده. قلت لها طب دي من ايه اللون ده؟ قالت لي اما السقعه بتكتر زي البتنجان اللي هو بيبقى لونه بنفسجي كده، بتقولي يعني بيبقى حلو مش وحش. ودي بطاطس، 2 بطاطس او 3 قطعتهم طرنشات تخينه شويه عشان هعملهم بنفس الخلطه بتاعه القرنبيط. وكم قرن فلفل كده هقليهم، وهنعمل طبق سلطه يعني، تحبيشات كده، اكله جميله ان شاء الله. ركزي بقى معايا في الخلطة عشان هقولك خلطة جميلة جدا النهاردة تعتمديها عندك عشان تطلع معاكي القرنبيط تحفة. معايا كوباية دقيق، معايا نص كوباية نشا، معايا بيضاية، معايا معلقة صغيرة تكون مليانة بيكنج باودر، معايا فصين توم مهروسين، قرن فلفل اخضر، معايا كمون، معايا زعفران، معايا ملح، فلفل اسود، بهارات، وكمان الخضرة شبت وكزبرة. تمام. اللي ما تكتريش في الخضرة خالص، انا اصلا الخضرة اللي قدامكم دي مش هاخدها كلها يعني، هاخد شوية صغيرين منها. بعد كده هنحط البضاية، وهنحط البهارات، وهنحط المعلقة اللي هي الصغيرة المليانة، تكون بيكنج باودر. تمام. البيكنج باودر ده هو اللي هيخليها تنفش وهتبقى جميلة معاكي جدا. والنشا علشان خاطر يبقى مقرمش معاكي مش معجن ولا طري. كل ما تكتري في النشا كل ما القرمشة بتزيد معاكي. حطيت بقى كمان كام فص توم مهروسين، وحطيت النشا وحطيت الدقيق، قلبتهم كويس مع بعض. نزلت عليهم بكوباية مية يا اما كوباية لبن. انا بحب القرنبيط باللبن جدا جدا، بس صراحة ما عنديش لبن للأسف يعني، ما عنديش لبن، بس هو اللبن بيديله طعم جميل جدا. واحط بقى شوية صغيرين من الشبت والكزبرة زي ما قلتلك، ما تكتريش في الخضرة علشان الخضرة كل ما تكتريها في القرنبيط كل ما تغمق معاكي القرنبيط. تمام. سلقتي بقى القرنبيط، تغمزيه كده بالشوكة تعرفي اللي هو استوى. هيدخل الشوكة تدخل على طول تعرفي اللي هو ايه استوى وبقى حلو. هنحط بقى الطاسة على النار يكون فيها زيت. بعد كده هنجيب القرنبيط بتاعنا نحطه في الخلطة كويس جدا، تشبعيه كده بالخلطة وعلى الزيت على طول. انا يا بنات الطبق اللي في ايدي، العلبة اللي في ايدي الكبيرة دي، نص القرنبيطة، يعني انا ب15 جنيه بس القرنبيطة عملت منها غدوة، وكمان فرست منها النص التاني. طب فرستيه ازاي يا منى؟ بعد ما سلقتها، النص اللي انت هتفرزيه ما تسلقوهوش قوي. بعد ما سلقتها خليتها تبرد تماما، وبعد كده حطيتها في الفريزر. بجد بتطلع معاكي ولا اكنك لسه جايباها، والله بجد جميل جدا جدا. فرزيه بالطريقه اللي ما تحطيش عليه اي حاجه، هو بس يا دوبك تقطعيه وتسلقيه في الميه. بتحطي في الميه شويه ملح، ماشي، وتسلقيه. ما تسلقوه سلق كامل، نسلقيه نص سوا كده، وخليه يبرد تماما وحطيه في الفريزر هيطلع معاكي زي الفل. شايفين بقى القرنبيط؟ بجد ما تقوليش قرنبيط، اكنك بتقلي بجد كنتاكي مش قرنبيط خالص. طعمه وريحة بجد تحفة يا بنات، جربيه بجد بالطريقة دي
طريقة بسيطة وسهلة، مش حاطين بيض كتير ولا حاطين بقى 3 ولا 4 بيضات، هي بيضة واحدة بس. البيض غالي الايام دي قوي، فاحنا ممكن نعمل ببيضة واحدة بس نكتر في البيكنج باودر. تمام، هيطلع معاكي القطعة زي ما انت شايفة كده اهو قدامك اهو كل حاجة. تسويه بقى التسوية بتاعته المظبوطة، لازم تقلبيه شمال ويمين في على الجناب بتاعته، بصي تقلبيه في كل حتة عشان يطلع معاكي مستوي ومش معجن من جوه. دي اهم حاجة يا بنات في التسوية. تمام، اهم حاجة تقلبيه في كل مكان. ما تقوليش ده استوى وتروحي مطلعاه، لا تقلبيه هنا وهنا وهنا عشان خاطر يدي معاكي من جوه القرنبيط العادي مش اللي هو المعجن. تمام، بعد كده جبت بقى الزهر بتاع القرنبيطه، قطعت من اللي انا كنت مقطعاه في الطبق قدامكم، قطعت منها حتت صغيره بعد ما اتسلقت بالشكل ده. قلت اعمل ايه شويه كده صغيرين. انا عن نفسي بحب القرنبيط الصغير ده، ليه بيبقى مقرمش اكتر وبيبقى جميل جدا. انا بحب القرنبيط الصغير ده جدا جدا. لو وصلتي بقى لحد هنا معايا ما تنسيش بقى اللايك بتاعك، الكومنت بتاعك الجميل اللي بيشجعني ان انا اكمل معاكي، وكمان الاشتراك عشان تكبر كده القناة بتاعتنا. وما تنسيش وانت بتعملي الاشتراك تدوسي على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. اكله جميله يا بنات، وتعملوا جنبها بقى شويه سلطه زي ما قلت لكم، شويه لفت اللي احنا مخللينهم، اي مخلل عندك. اكله جميله وبسيطه وسهله وسريعه. هنجيب بقى ايه البطاطس بتاعتنا اللي احنا سلقناها نص سلقه، ما تعملهاش نيه طبعا، اسلقيها شويه نسيت اقول لكم ان انتوا تسلقوها، معلش الغلط عندي انا بعد كده بعد ما سلقتها نص سلقه كده عشان تبقى معاكي حلوة يعني، اللي هي ايه تبقى مستوية معاكي وجميلة. تحطيها برضو في الخلطة بتاعة القرنبيط وتروحي قليها بالشكل ده، هتبقى جميلة معاكي وطعمها حلو قوي. على فكرة طعمها بيبقى جميل جدا جنب القرنبيط كده. مش عايزة تعملها ما تعملهاش يعني براحتك، بيبقى لونها وطعمها حلو. وممكن تعملها لوحدها على فكرة في الاكل اللي هو بتاع التحابيش ده اللي هو فول بقوطة، مثلا بطاطس زي ديت، شوية بتنجان مخللين، وتمشي برضو ايه حالك بالغدا ده. يعني ايه نمشي كده وكده وكده يعني، فاهمة؟ مش كله لحوم وفراخ يعني، ارحمي الراجل انا صراحة بحب اعذر الرجالة طبعا ان احنا في وقت غلا، والله يكون في عونهم فعلا، احنا في وقت غلا وهم طبعا خلاص يعني تعبوا ربنا يعين كل شاب وعلى بيته وكل اب وربنا يعيننا احنا كمان يا رب جميعا. وده الاكل بتاعنا خلاص خلص اهو، شوية السلطة الخضراء وكم قرن فلفل مقليين كده جمال، ورشيت عليهم رشة ملح. وادي كمان القرنبيط بتاعنا، الوصفة الأساسية بتاعتنا النهاردة الجميلة زهرة القرنبيط، ورشيت عليها شوية خضرة. شوية الخضرة اللي بترشيهم عليهم دولت بيدوها ريحة جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا بنات تعملوا اشتراك في القناة عشان القناة تكبر بجد، انا حابة ان انتوا اللي تكبروها، وكل واحد او يعني كل اخت او اخ بيقف جنبي وبيكبروا لي القناة. انا بشكركم جميعا وشكرا لكم جدا، مع السلامة.